السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيباتي، في هذا الفيديو واش ندير معكم طاجين القرنون ولا القرناع محشي مع جلبان. هنا اول حاجه نبدو بها هذيك الحشوه اللي نحشو بها القرناع. كان عندي هنايا نص دار تاع دجاج كان مرحي، حبه بصل مرابيه كيما تشوفوا، زوج مغارف كبار نتاع القزبر، حبه بيض، رشه نتاع ملح، مغرف صغيره حبه كحله، مغرف صغيره كمون. نخلطهم مع بعض. بالنسبه لهذا الخليط يجيكم شويه جاري، انا من بعد في الاخير نعاود ندير له لا شابلير. وبالنسبه لهذاك القرنون حبيباتي، بعد ما نقيته درت له كميه هكا من الماء، ومن بعد زدت حطيت له الليم. كاين البنات اللي يبغوا يفيضوه كيما تشوفوا. انا نزيد لا شابلير، نزيد زوج مغارف، نبدا نخلط ونشوف. حبيباتي، بالنسبه للشابلير درت زوج مغارف ونص، ونجيب هذيك القرنون نبدا نشكلها على شكل بولات، ومن بعد نحشي به. كما شفتوا طريقه سهله بزاف ويجي بنين. نعمر كامل الحبات. وبالنسبه لهذه الكميه اللي تبقى لي من الدجاج نخليها نديرها على شكل بولات باش نحضر بها الجلبان. وبعد ما نكمل حبيباتي نروح نجيب كميه من الزيت نحطها في مقله حمى، ونجيب هذيك القرنون اللي كنت حشيتها بالدجاج نقلب الحبه بهذه الطريقه، نخليهم يتقلاو يدوا هذيك التحميره، وباش يلصقوا لي مليح مع القرنون. هنا حبيباتي نروح نحضروا مع بعض الجلبان. كانت عندي حبه بصل صغيره رابيتها، وحبه طوماطيس حتى هي صغيره رابيتها. كما شفتوا حطيت هذوك اللي يبول عفوا، نخليهم يتقلاو. عندي الرشه نتاع ملح، نحط هذاك الجلبان حبيباتي. من بعد نزيد نستف هذوك الحبات نتاع القرنون اللي كنت حشيتهم بالدجاج بهذه الطريقه. وفي الاخير نمرقهم بالماء يكون دافي. هنا حبيباتي نسيت برك باش ندير لكم الزعفران، دوك في الاخير نحطه كما شفتوا طاجين، يعني طيبوه مره واحده. وبالنسبه لهاد الجلبان اللي راه عندي هنايا، يعني نقينا في الدار، ماشي هذاك اللي كونجلي، كما تعرفوا هذاك الكونجلي ما يطيبلكمش بالخف. على هكاك انايا رميت كل الصوالح مع بعضهم. وبالنسبه للزروديه هي اختيار، يعني البنات اللي بغوا يديروها واللي ما بغاوش معليش. وبعد ما نكمل حبيباتي نبلع الكيكوطه، نخليها على نار هاديه كما شفتوا، ما كثرناش بزاف الماء. هنا في الاخير حبيباتي طاجين الجلبان مع القرنون محشي بالدجاج راه واجد كما تشوفوا، ما يديش وقت بزاف في الطياب. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. وفي الاخير ما تنسوش ديروا هكا رشه خفيفه نتاع سكر باش تخفف لكم هذيك الحموضه نتاع الطوماطيس. اذا بغيتوا تزيدوا رشه نتاع حبه كحله وكمون اختياري، حنا درناه من قبل في الدجاج باش يعطيكم هذيك البنه. نتمنى ان شاء الله حبيباتي هذا الفيديو يعجبكم، حتى نتوما تجربوا الوصفات اللي